العالم اللي كنت عايش فيه اتدمر تماما، وكنت مضطر افضل اقاتل في الوحوش اللي عمرها ما كانت بتخلص ابدا، وكل دوت علشان احافظ على حياتي. وفضلت عايش بالطريقه ديت لحد ما عدى يوم والشهر والسنه، وفي الاخر عدى 10 سنين بلمح البصر، وبالسيف الوحيد بتاعي قدرت اقتل اي وحش يقف قدامي. انا عمري ما كنت خايف لحد ما واجهت ملك الشياطين اللي اتسبب في كل دوت. وفي الوقت دوت بالله بيبص له وبيقول له: يا ريت تستسلم، العالم اللي انت تعرفه اتدمر خلاص. انا مش عايز اضيع الموهبه بتاعتك ديت، ايه رايك تكون تابع ليا؟ بس بالله بطلنا بيتعصب وبيهجم عليه مره واحده وبيطير في الهواء، ولكن بيقدر ملك الشياطين يضربه وبيقول له: مهما عملت هتفضل مجرد حشره قدامي. بس برضه بطلنا ما بيستسلمش وبيهجم عليه تاني، ولكن بمجرد ضربه واحده بايده بيرمي بطلنا بعيد. ولكن فجاه بيلاحظ السلسله اللي في رقبه ملك الشياطين، وبيجمع كل الطاقه اللي موجوده في جسمه، وبكل قوته بيرمي السيف على السلسله. ومن شده الهجوم دوت الهجوم بيخترق صدر ملك الشياطين، فبيبقى متعصب قوي، ولكن السلسله بتكون اتكسرت خلاص، وبتعمل انفجار كبير قوي من المانا بتمحيه من الوجود تماما. وفي الوقت دوت بيكون بطلنا خلاص جاب اخره ومرمي على الارض وهو غرقان في دمه. وفي الوقت دوت بنشوف واحد تاني واللي بنعرف ان اسمه جون، وبيعدي من بوابه بيضرب الانذار، وبنعرف ان هو دخل زنزانه من الرتبه بي، ولازم يدخل على الاقل 3 صيادين من الرتبه سي. ولكن جون ما بيهتمش لكل دوت، وبنلاقيه بينط من فوق السور، وبعد شويه مشي جوه الزنزانه بنلاقي فريق صيادين بيشوفه وبيروح له، وواحد فيهم بيقول له: هو انت تايه ولا ايه؟ انا ما اعرفش انت ايه اللي حصل لك، ولكننا دلوقتي خارجين من الزنزانه، تعالى معانا بدل ما يحصل لك حاجه. وبيبص لجون وبيقول في نفسه: دوت شكله مش بطل اصلا، باين كان هو جه مع مجموعه وكان بيشيل لهم الحاجه بتاعتهم، ده حتى مش لابس اللبس المخصص ليه. بس بالله جون بيشكره وبيعرفه ان هو مش هيمشي لانه لسه جاي دلوقتي. فبالله الصياد بيقول له: انا شفت ناس كتير قوي زيك دخلوا زنزانات وحاولوا يصطادوا فيها بمجرد الحاجات اللي هم كانوا بيشوفوها على التلفزيون، ولكن ديت زنزانه من الرتبه بي، ولو كنت في البدايات بتاعتك المفروض تدخل واحده من الرتبه اف. بس بالله جون بيبص له وبيقول له: انا فاهم ان انت بتحاول تساعدني، ولكني مش مهتم بصراحه للي انت بتقوله. وبيسيبه ويمشي. وبعد شويه وقت بالله وحش ظهر جنب جون مره واحده، وبيبص له وهو مش مهتم، وبيتفادى الهجوم وهو بيقول: عدى 10 سنين، 10 سنين من ساعه ما شفت واحد منكم. وبيطير عليه بوكس واحد بيفجر دماغه تماما. وبالله بيقول في نفسه: شكل كده ما اتغيرش اي حاجه بعد ال10 سنين دول. وبيوطي يمسك السلاح بتاع الوحش وبيقعد يقطع في جسمه لحد ما بيطلع منه حجر، واللي بنعرف ان دوت حجر سحري من اقل درجه. وبيقول جون في نفسه: زمان انا ما كنتش هفكر حتى اني ابص على الشيء الضعيف دوت، ولكن دلوقتي الوضع اختلف. وبيحطه في الشنطه بتاعته، بس مره واحده بيظهر وحوش كتير حواليه وبيهجموا عليه من وراه، ولكنه بيتجنب الهجوم وبيمسك الحجر السحري قبل ما يشيله وبيضرب راس الوحش بيه، بيشيلها من مكانها خالص. وبنروح في الوقت دوت لمجموعه الصيادين اللي قابلوها قبل كده، وبتبقى البنت ديت قلقانه عليه لا يكون مات بعد ما يقابل الوحوش اللي موجودين هنا. بس بيعرفها القائد بتاعها ان البوابه بيكون موجود عليها حراس، لما بياخدوا بالهم ان في حد دخل من غير اذن بيجروا عليه بسرعه عشان ينقذوه. لو كان حظه حلو ممكن ما يقابلش اي وحوش لحد ما الحراس دولت يوصلوا للمكان بتاعه ويخرجوه من هنا. وفعلا بالله الحراس دولت بيجروا بسرعه جدا للمكان اللي موجود فيه جون. وبنرجع في الوقت دوت لجون وهو ماسك الوحوش ونازل فيها دعك، وما بيسيبش واحد فيهم حتى يفضل حي، وبيقعد يقول في نفسه: 3 احجار سحريه كمان. الغنيمه اللي جمعتها لحد دلوقتي ما كانتش حلوه قوي، بس انا جمعت 12 حجر من اقل درجه و6 من الدرجه المتوسطه. ومره واحده بياخد باله ان الحارس بقى موجود وراه، وبيكلم زمايله وبيعرفوا ان هو لقاه علشان يجوا هم كمان. وبنلاقيهم فعلا اتجمعوا حواليه، وواحد فيهم بيقول له: احنا من مركز تحكم البوابات، يا ريت تورينا بطاقه البطل بتاعتك، ولو كنت بطل لسه مش مسجل فيا ريت تيجي معانا لمركز التحكم، يا ريت تسمع كل التعليمات بتاعتنا من غير ما تعمل اي مشاكل. ولكن بيبص له جون بكل برود وبيقول له: مركز تحكم البوابات انتم مزعجين قوي. وبيسيبهم وبيكون لسه هيمشي، فبيطلع كلبشات وبيحاول يحطها في ايد جون، ولكنه مره واحده بيمسك ايده وبيضغط عليها جامد قوي وهو بيقول له: يا ريت تبطل تزعجني، ارجعوا من مكان ما جيتوا، دوت التحذير بتاعكم الاخير، لو كنتم مش عايزين يحصل لكم اي حاجه وحشه يا ريت تمشوا من غير ما تعملوا اي مشاكل. ولكنهم ما بيسمعوش الكلام بتاعه وبيهجموا عليه مع بعض، بس جون بيقدر يتصدى للهجوم بتاعهم بكل سهوله، وبيضرب فيهم واحد بركبته بيرميه بعيد قوي. ولسه القائد بتاعهم بيكون بيبص على جون، بس مره واحده هو باصص له بيلاقيه اختفى، وبيظهر جنبه وبيديله بالبوكس في بطنه بيخليه مش قادر يقف. وبالله جون بيقول له: هو مفيش مشاكل لو البطل كان مسجل مش كده؟ فبيعرفوا الحارس ان مفيش اي مشاكل لو كان البطل مسجل نفسه وما بيعملش اي حاجه غلط جوه البوابه. بس لما بيسمع جون بيقول له: طب يا ترى لو رحت منطقه الشرخ ايه اللي هيحصل؟ فبيقول الحارس في نفسه: الشرخ دوت ممر بعدي ظهرت منه وحوش غريبه جوه العالم كله، المكان اللي احنا فيه دلوقتي بيتقال عليه بوابه، وبيقع من الوحوش هنا كريستالات بنستخدمها كمصدر للطاقه، وعلشان كده بتتحكم الدوله في البوابات دي بشكل كويس قوي وبتحبس الوحوش جواها. ولكن المكان اللي بيقول عليه دوت مكان لسه ما تمش اكتشافه، واللي بيكون لسه ما اتحولش لبوابه كامله. المكان دوت بيكون اسمه شرخ في الواقع. فبالله جون بيقول له: ايا كانت البوابه اللي هدخلها هتيجي ورايا تدور عليا مش كده؟ وهتقعد تقول اني بتعدى على ممتلكات الدوله مش كده برضه؟ فبيقول له الحارس ان هو عنده حق، لو دخل بطل مش متسجل في البوابه من غير اذن المركز بيتبلغ بشكل تلقائي بالموضوع دوت، وبيتبعت له حراس علشان يخرجوه من البوابه دي
وحتى منطقه الشرخ مش هتقدر تدخلها بسهوله. جمعيه الابطال مش هتسيب لك الموضوع ده يعدي. بس مره واحده بيتعصب جون وبيمسك دماغه بيرزعها في الارض وبيسيبه ويمشي. وباللاعب بيفتكر انه بعد ما قتل ملك الشياطين هو معلوم ما كانش حاسس باي حاجه غير ان هو قاعد يغرق. الموت. انا كنت فاكر ان انا بغرق في الموت في الوقت دوت، ولكني لما فتحت عيني لقيت شخص غريب واقف قدامي وبيقول لي ان اسمه سيو وانه خلاص هيموت واني لو حققت له الطلب بتاعه هيختفي بكل بساطه. بس انا اتعصبت في الوقت دوت وقلت له لا، انك تقول ان انت هتختفي بكل بساطه وانك مش ندمان على اي حاجه في حياتك ده هو عبط مش اكتر. تعرف ان انا قتلت 10 سنين من حياتي وخلني صاحبي اللي كنت بثق فيه قوي والدوله اللي كنت عايش فيها اتدمرت بالكامل واصحابي وعيلتي هم كمان مات. انا حاسس بشعور وحش قوي دلوقتي وشايف في عينيك انك حاسس بنفس الاحساس دوت. فبيلاقي سيو يقول حتى لو كانت حياتي بالشكل دوت انا بس ما بتمناش غير ان جدتي ويون يون ما يعيشوش بنفس الطريقه اللي انا كنت عايش بيها. فبيقول له جون خلاص قول لي اللي انت عايزه وانا هعمله لك. وقبل ما بيكمل كلامه بنرجع للوقت الحالي وبنروح لوسط المدينه وبنعرف ان المكان ده دلوقتي بقى بيتسمى بوحده الابطال السكنيه وفي شركات كتير فاتحه في المكان دوت وبتشتري للابطال بيطلعوا من البوابات. وجون بيبقى ماشي هناك وبيدخل محل وبيقابل البائع اللي اسمه بار وبنلاقيه بيقول له ان هو عايز يبيع شويه احجار سحريه. بس بيقول له بار انت جيت للمكان الصح، احنا بنشتري باحسن الاسعار في السوق. ولما بيرموا له جون الاحجار قدامه بنلاقيه بيقول في نفسه طب حتى كنت مسحت الدم من عليهم قبل ما تجيبهم. وبيقول له استنى لحظه لحد ما ابص كويس على الاحجار، خلينا اطلب لك قهوه لحد ما اخلص. وبعد شويه وقت بنلاقيه بيقول لجون في 12 حجر سحري من الدرجه المنخفضه و16 من الدرجه المتوسطه وخمس احجار سحر من الدرجه العاليه. بعد ما نخصم الرسوم بتاعتنا اللي هي 40% هيكون المبلغ اللي انت هتاخده هو 5 مليون وون. بس بنلاقي جون بيقول له لا انا اصطدت الحاجات ديت وانت ما عملتش اي حاجه وجاي تقول لي ان الرسوم بتاعتك 40%. بس لما بارك بيقول ان المحلات التانيه بتاخد 45% انت عمرك ما هتلاقي حد يديك نفس الاسعار بتاعتنا. بياخد جون الاحجار تاني وبيحطها في الشنطه بس بيمسكه بارك وبيقول له انت لازم تدفع رسوم التقييم وتنظيف الاحجار دي وكمان القهوه اللي انت شربتها ما كانتش مجانيه. المبلغ الكلي لكل الكلام دوت هو 350 الف وون. ولما بيلاقي جون مش عايز يدفع له حاجه بنلاقيه بيقول له ايها الوغد الغبي احنا عندنا ابطال من الدرجه سي بيدعمونا وبيحرسوا المحل، لازم تدفع لو كنت عايز تمشي سليم. وبينده عليهم فبيطلعوا بيقولوا هو دوت بس اللي انت ناديتنا علشانه. وقبل ما بيكملوا كلامهم بنلاقي جون بيضرب الاول بوكس بيطيره على بر وبيكسر الاثنين التانيين وبيروح يقول له بكل عصبيه انت هتشتري مين ومش هدفع لك غير 1% بس رسوم، لو مش عايز يحصل لك زيهم فخلص نفسك بسرعه. وبعد شويه وقت بنلاقي جون قاعد مع اخته الصغيره وجدته وبيديهم الفلوس اللي جابها. ولما بيلاقي جدته بتساله جايب الفلوس ديت منين بنلاقيه بيقول لها ان هو كان عنده صاحب كان مديله فلوس عشان يبدا مشروع والمشروع دوت نجح قوي دلوقتي. فلما بيلاقي اخته الصغيره بتقول له يعني احنا دلوقتي بقينا اغنياء بيطبطب على راسها وبيقول لها ايوه فبتقعد تتنطط وبتبقى فرحانه قوي. فبيبص لها جون وبيفتكر كلام سيو وبيقول في نفسه جدتي ويون يون خليهم يعيشوا في اكتر بيت متامن في العالم دوت. وقبل ما اقدر ارد عليه حتى لقيته اختفى. ولما صحيت لقيت نفسي موجود في جسم سيو من غير ما افهم ايه اللي حصل بالظبط. احسن بيت دلوقتي متامن في كوريا هيكلفني 110 مليار وون لو بس كان معايا القوه بتاعتي. المبلغ دوت تجميعه كان هيكون سهل قوي لان الشكوك والوحوش والبوابات اللي موجوده في العالم دوت كانت هتكون اكنها لعبه اطفال بالنسبه لي انا حاكم بالسيف. ولكني دلوقتي مش قادر استخدم من قوتي غير اقل من 10%. وبيسمع حد بينده عليه فلما بيقوم يفتح بيلاقي اتنين واقفين قدامه بيقولوا له انت لازم تسدد الدين اللي عليك في الوقت بتاعه مش كده. انت عارف انت بقى عليك كام دلوقتي؟ المبلغ وصل ل 48 مليون وون. فبيقول جون في نفسه دول الناس اللي كان واخد منهم سو جون الحقيقي فلوس قبل ما يموت كان واخد منهم 5 مليون علشان يعالج جدته اللي كانت مرميه في المستشفى. وفي لمح البصر المبلغ دوت بقى 10 اضعاف المبلغ الاصلي. ولما بيقعدوا يضايقوه بالكلام بتاعهم بيدي لواحد فيهم بوكس بيطيره من المكان خالص. وبنلاقيه بيبص للتاني وبيقول انا اصلا اديتكم 9 مليون وون بعد ما خدت منكم 5 بس، المفروض انتوا اللي يبقى عليكم فلوس مش انا. وبيقول له هو خلاص هيضربه قول للرئيس بتاعك اني هجيله قريب. وبعد شويه وقت بنلاقيه واخد يويون لمحل لعب الاطفال. فبتبص له وبتقول له هو انا بجد هقدر اشتري اي حاجه انا عايزاها؟ فبيضحك لها جون وبيقول لها ايوه روحي وخدي كل اللي نفسك فيه. وبيقول في نفسه بما اني دلوقتي بتشارك نفس الذكريات بتاعت سو حتى المشاعر بتاعت اللي كانت ماتت بدات تتغير بالراحه مع ان الموضوع مجرد ان انا بتعاطف معاهم. ولكن سو كان لطيف قوي مع اخته مع انها ما كانتش اخته من نفس الام اصلا. على الاقل انا لازم احمي الشعور دوت. وبنلاقي يو بتبص للدبدوبه بتكون عايزاه قوي بس بتسيبه وبتروح لاخوه وهي واخده معاها واحد صغير وبتقول له انا خلاص عايزه دوت. ولكنه بيروح يجيب لها اللي كانت بتبص عليه وبيقول لها انا قلت لك تشتري اللي انت عايزاه ما تخافيش من دلوقتي انا مش هحرمك من اي حاجه. ولما بيقعدوا ياكلوا بنلاقي واحده تخينه وشكلها معفن ومعاها حراس رايحه لهم بتنده عليهم وبتقول له ايه دوت جون هو انت لسه بتلبس هدوم معفنه زي ما انت ومين اللي جنبك دي؟ شكل كده الموضوع بايظ معاك زي ما كان بيحصل مع امك الغبيه. فبيبص لها جون وهو متعصب قوي وبالله بتروح تبص ليويون وبتسالها انت اسمك ايه بالظبط. ولما بتعرفه بالله بتقول لها انت من عيله ليه مش كده بصي على هدومك المعفنه زي امك بالظبط. وبتبص لجون وبتقول له هو انت اتخرجت ولا ايه؟ وبترجع تقول لاخته الصغيره ايتها الغبيه تعرفي ايه معنى كلمه عاهره؟ بس بتلاقي جون مره واحده بيقول لها واحده غبيه ومقرفه زي الاورك بالظبط شبهك كده
بالظبط. وبنلاقيه بيقول في نفسه سيو اتولد واتربى وما كانش حد بيحبه في العيله دي، ولما وصل ل7 سنين بعد ما ماتت امه وهم عايشين في بيت فقير جدا، قدر يا دوب يعيش في بيت ابوه الحقيقي شويه. قعد معاهم اكتر من 10 سنين بيتحمل الذل والاهانه منهم، ولما ابوه جاب ولد تاني من مراته اهملوه تماما وطردوه، وبقى بيعيش في بيت جدته واخته الغير شقيقه اللي ما شافهاش قبل كده. سيو انت ازاي كنت قادر تستحمل كل دوت؟ خليني انا اخد لك حقك دلوقتي. وبالله بيبص للبنت ديت وبيقول لها احنا عشنا مع بعض اكتر من 10 سنين ولسه كل ما بشوفك بعرف منك مظهرك وشخصيتك اللي زي الزباله بالظبط، ده غير انك غبيه وما بتقدريش تدرسي حتى، واحده ما عندهاش غير عقد نقص وبتطلعها على كل الناس اللي حواليها. بالمقارنه مع البنت الصغيره دي اللي قاعده بتفكر في وضع اخوها المالي، انت مش احسن منها ابدا من اي ناحيه. فبتتعصب منه قوي، ومره واحده بالليل بتظهر وبتقول لجون عامل ايه؟ بقالي كتير قوي ما شفتكش. فبتجري عليها البنت وبتقول لها امي انت ما تعرفيش الغبي دوت كان بيقول لي ايه دلوقتي؟ بس بالله بتزعق لها وبتقول لها تسكت. وبالله بتبص لجون وبتقول له صحيح انت عامل ايه دلوقتي؟ المفروض حتى لو كنت مشغول تيجي تبص علينا في البيت من فتره للتانيه. فبيقول جون في نفسه انت حته حساله ومزيفه، اكتر حد عذب سيو طول ال 12 سنه اللي قعدهم معاك، ولسه بتقول لابوك قلقان عليك. بتلاقيه بيقول لها انا عرفت منك احنا مش قريبين لبعض للدرجه اللي تخليكي توقفي تسلمي عليا، امشي من وشي دلوقتي. فبتبص له وتسكت وبتاخد بعضها وبتمشي وهي بتقول في نفسها هو دوت بجد سيو دي جون اللي كنت عارفاه، الواد اللي كان بيوطي راسه حتى لو كان حد ضربه على وشه من غير اي سبب. فبيبص لها جون وهي ماشيه وبالله بينده على اخته علشان يروحوا، وبيقول في نفسه سيو اللي كان بيتهان ويسكت ما بقاش موجود خلاص، لمصلحتك لازم تاخدي بالك من الموضوع دوت. وبنروح في الوقت دوت للعربيه وهم ماشيين، وبالله البنت عماله تشتكي لامها هي ليه ما هزقتوش ومشيت كده وخلاص، بس بتنده على السكرتير بتاعها وبتقول له هو ليه سيو لسه حي. فبيقول لها ان التقرير اللي جاله قال ان كان ساب سيو جوه البوابه، بس بتزعله وبتقول له طيب ليه شخص المفروض يكون ميت لسه حي وما حصلوش اي حاجه؟ فبيقعد السكرتير بتاعها يتاسف لها، ولكن لما بنتها بتسمع الكلام دوت بالله بتبص لها وبتقول لها هو انت قصدك ايه بالكلام دوت؟ معقول انت كنت عايزه تقتلي سيو؟ ولكن بتبص لها امها وبتقول لها شكلك كده لسه بتحبيه، ولكن لو ابوك او جدك سمع اي حاجه عن اللي اتقال دلوقتي هتزعلي مني قوي، اقفلي بقك دوت وسيبيني انا اتصرف. وبالله بتقول في نفسها ايوه الواد الغبي انت ازاي يجيلك الجرأه انك ترد عليا؟ انا هخلص منك مهما كان الثمن. وتاني يوم بالله جون قاعد بيشرح لنا ان قبل 10 سنين حصلت شروخ في الابعاد وخرج منها وحوش بتقتل الناس من غير اي رحمه، والفوضى والدمار مالوا العالم في الوقت دوت، ولكن الوضع دوت خلص بسبب الابطال اللي ظهروا وخلصوا على الوحوش وقدروا يخرجوا احجار مانا من جثث الوحوش دي، وبسبب الاحجار دي اللي بنقدر نستخدمها كمصدر طاقه عملت الدول من الشروخ ديت بوابات. ودلوقتي القطاع الصناعي كله ليه علاقه بالبوابات والابطال، يعني حاليا انت لو عايز فلوس لازم تبقى بطل. وبالله بينزل قدام مكانه وبيقول المكان دوت هو اللي سيو استلف منه الفلوس، وبيدخل وبيقابل زعيم المكان دوت. فبيقول له انت مين بالظبط وازاي تيجي لي لحد هنا وانت مش خايف بعد ما ضربت الرجاله بتاعتي؟ بس بيلاقي جون بيقول له اخاف؟ انا كل ما بفكر في الموضوع بشوف ان انتوا اللي لازم تخافوا وتدفعوا ثمن اللي انتوا عملتوه دوت، بسببكم انتم انا حصل لي ضرر نفسي ومادي. فبيقول زعيم العصابه في نفسه ده ما كانش بيقدر يرفع عينه فيا، هو ايه اللي حصل له بالظبط؟ يبص لي انا كده وكمان يضرب رجالتي، هو اكيد استيقظ جوه بوابه من البوابات. وبالله بيبص لجون وبيقول له شكلك كده ما انتش فاهم حجمك كويس، انت عارف في كام واحد اتدمروا بسبب ان هم كانوا مغرورين بعد ما قوتهم استيقظت في البوابات؟ انت عارف انا عندي كام بطل من الرتبه دي؟ ولكن تعرف حاجه، انا عندي مستيقظين كتير من الرتبه دي شغالين تحت مني وهياخدوا بالهم منك كويس. بس بالله جون بيقول له اقعد انا لسه ما خلصتش كلامي. فبيتعصب واحد من اللي واقفين وبيقول له انت بتتكلم كده مع مين بالظبط؟ ولكن جون بيشيل النضاره اللي هو لابسها وبيديله بالبوكس في وشه بيطيره من قدامه وبينزل ضرب في كل اللي واقفين، وهو بيقول لهم انا عارف ان انتوا بتزوروا بطاقات هويه الابطال، انا محتاج واحده من البطاقات ديت، لو كنت عايز اجمع فلوس عايزك تجهز لي واحده منهم، بكره لو لقيتك ما جهزتليش بطاقه اقدر ادخل بيها في اي حته هتزعل مني قوي. فبيقول رئيس العصابه في نفسه ايه كل القوه اللي عنده دي؟ الوقت دوت اكيد قوته بقت من الرتبه بي، وبيقعد يتاسف لجون على اللي عمل. فبيروح يحط ايده على كتفه وبيقول له في حاجه كمان، يا ترى هونج طلبت منك تقتلني؟ ولما بيقعد ساكت بيتكى جون على كتفه فبيقعد يصوت وبيقول له ايوه هونج هي اللي طلبت مني اعمل كده، طلبت مني اغرقك في الديون للدرجه اللي تخليك تبقى عايز تنتحر من نفسك، سيبني ارجوك سيبني. فبيقول له جون يعني علشان كده انا اترميت في البوابه؟ بس بالله الزعيم بيقول له اقسم لك انا ما عملتش كده وما عنديش اي علم بالموضوع، انت لو مت اصلا ما كنتش هقدر ارجع الفلوس بتاعتي، انا ايه اللي يخليني ارميك جوه البوابه؟ فبيفكر جون شويه وبالله بيقول له تشول هو اللي عمل كده، هو اللي سحبني جوه البوابه، عايزك تحضر لي كل حاجه تقدر تجمعها عنه بكره. وبيسيبهم جون وبيمشي وبالله بيفتكر كلام سيو وبيقول في نفسه وانا بخلي بالي من اختك وجدتك، هنتقم لك من كل حاجه حصلت معاك. وتاني يوم بالله ماسك البطاقه بتاعته واللي بيبقى مكتوب فيها ان هو بطل من الرتبه بي، فبيحطها على البوابه بس بتفضل تديله انذارات كتير ان البوابه دي محتاجه ابطال برتبه اعلى منه، وبتفضل تحذره انه ما يدخلش بس بيكبر دماغه وبيدخل. واللي بيقول البوابه دي بوابه من الدرجه بي، ولكن بسبب ان حجمها صغير وان فيها وحوش كتير جدا فلازم على الاقل ابطال من الدرجه ايه هم اللي يدخلوها، ولكن الوضع دوت مناسب قوي بالنسبه لي،
انا عايزكم تتجمعوا على قد ما تقدروا. وبنلاقيه بيستعد عشان يهجم على الوحش وبيجري يخطف منه كريستالة الطاقه. وبنلاقيه بيقول في نفسه افعل الناب الاسود، التعبان يقدر يشلك بلمسه واحده من السم بتاعه، ولكن برضه مش حاجه بالنسبه لي. وبيطير مره واحده على التعبان بيشرح جسمه بالكامل. وبنلاقيه بيبص على القفاز اللي هو لابسه وبيقول ده يستاهل بجد ال 300,000 هون اللي دفعتهم فيه. وبيبص لبقيه التعابين وبعد شويه وقت بنلاقيه واقف بعد ما خلص عليهم كلهم وبيجمع منهم احجار المانا، ولكن بيمشي وهو بيقول في نفسه شكلي كده هحتاج ان انا اقتل كتير قوي علشان اقدر اجمع اللي انا عايزه. وبياخد باله ان المكان حواليه في جثث ابطال مرميه، وبيظهر قدامه مره واحده زعيم البوابه دي تعبان كبير قوي. فبالله جون بيقول وهو بيجري عليه كويس ان انا ما عادش ادور عليك كتير، خلينا نخلص الموضوع بسرعه ونخرج من هنا. ولكن بعد ما بيضربه اللي بيقول في نفسه شكل كده الهجمه بتاعتي مش كفايه علشان اخترق الجلد بتاعه، بس بيضربه التعبان بالديل بتاعه وبيبقى لسه هياكله، ولكن بيتفادى جون الهجوم وبيهجم عليه بكل قوته. وبيقف يقول في نفسه زي ما كنت متخيل بالظبط، الطاقه بتاعته كبيره قوي، ده في مستوى مختلف تماما عن التعابين اللي انا قتلتها بره. شكل كده اللكمات مش هتكون كفايه عشان اقدر اقتله. ومره واحده بيلاحظ السيف جنبه فبيسحبه وهو بيقول انت مش احسن حاجه دلوقتي، ولكن مهما كان النصل بتاعك قديم فالموضوع بيعتمد على الشخص اللي بيستخدمك. وبيجري بيطير فوق التعبان وهو بيقول له اعتبر شرف ليك انك تموت على ايدي ايها الافعى الغبيه. وبيهجم عليه بالسيف بيخلصه بضربه واحده، بس بالله بيبص على السيف بعد ما اتكسر وبيقعد يقول في نفسه انا لو كنت غلطت في الضربه ديت ما كانش هيبقى عندي اي فرصه اخلص عليه. وبالله بيبص على التعبان وبيخرج الناب بتاعه فبيبص له وبيقول انت مش طويل قوي انك تعتبر سيف، ولكن بشويه شغل حلوين ممكن اعمل منك خنجر حلو. وبعد شويه وقت بالله خارج من البوابه وهو بيقول في نفسه انا محتاج ارجع قوتي لاني ضيعت كل الوقت علشان اخلص بس زنزانه من الرتبه بي. انا مبسوط قوي علشان صحابي مش موجودين دلوقتي في العالم وبيتفرجوا عليا بالضعف وتاني يوم بالله واحد بيبيع الاحجار السحريه بتاعته في المحل بتاع برضه، بس بيبص له وبيقول له هو انت ايه بالظبط اللي عمل في وشك كده؟ ولما بيعرفوا اللي عمله في جون بالله الصياد بيقول له بما ان زبون دايم عندك هبقى اساعدك لما يحصل معاك كده تاني. وهو ماشي بالله جون داخل فبينده بارك على الصياد وبيقعد يقول له هو دوت الواد اللي ضربني، ولسه بيوعى يجهز نفسه عشان يضربه. فبيقول بارك في نفسه الراجل بطل عنده خبره 7 سنين في البوابات وكمان يعرف ابطال صغيرين وكبار كتير، انت ما ينفعش تعمل مشاكل معاه. بس بيبص له جون بنظره كلها برضه بيقول له يا ريت تمشي من هنا وتهتم بنفسك، بس معقوله انت عايز تنتقم له؟ ولكن البطل بخبره السنين اللي عنده بيبص لجون وبيترعب منه وبيقول له انا اسف انا خلاص ماشي. فبيبص جون لبارك وبيقول له شكلك بتشتكي مني كتير، خد الشنطه ديت واحسب بسرعه قيمه الاحجار السحريه اللي موجوده فيها. فبيقول بارك في نفسه احجار سحريه من اعلى جوده، هو من الشاب بالظبط. وبيقول له بعد شويه حساب الاحجار ديت هو 150 مليون وون، ولكن بعد ما نخصم العموله بتاعتنا. ولسه ما بيكملش كلامه بيلاقي جون بيبص له بصه بترعبه وبيقول له صحيح العموله بتاعتك هي 1%. وفي خيال بارك بيبقى عايز يشتمه ويقول له ان العموله 40%، بس بيقول له هو خايف العمليات اللي بتعدي 100 مليون لازم اخد موافقه الرئيس بتاعي فيها. ولما بيكلمه بارك بينتش منه جون التليفون وبيقول له بسرعه يخلص الموضوع ويجيب لي فلوسي. بس لما المدير بيقول له خلاص انا فهمت ولسه هيكتر معاه في الكلام بيرمي جون التليفون في الحيطه وبيقول له بارك المدير بتاعك قال ان هو فهم، خلص يلا وهات الفلوس بتاعتي. وبياخدها فعلا وبيسيبه ويمشي. وبعد 10 دقايق بيجي المدير المكان وبيفهم اللي حصل مع بارك فبيتصل على حد اسمه يون وبيطلب منها تجيله. وبعد شويه وقت بنلاقي يون دي بتتمشى في المكان وكل الناس حواليها بيكونوا مذهولين ان هم شايفينها. واول ما بتدخل المحل عند بارك بينصدم لما بيشوفها وبيقول في نفسه بطلة كوريا الرابعه والمصنفه من الفئه اس يون جيو، انا سمعت قبل كده ان هي بنت اخو الزعيم بتاعنا، يا ترى هي ليه هنا؟ وبيلاقيها بتقول له عمي قال ان في حد بيبيع لك غصب عنك الاحجار بتاعته بالعموله اللي هو عايزها، يا ريت تقول لي تفاصيل اللي حصل معاك. وتاني يوم بنلاقي جون قاعد في البيت بتاعه بنلاقيه قاعد بيقول في نفسه حتى وانا بصطاد طول اليوم يا دوب بقدر اجمع 100 مليون على المعدل مش هقدر اعمل حاجه، لازم يكون عندي قوه تخليني اقدر اعدي البوابات من الرتبه اس لوحدي ولو حتى اليوم واحد. وعلشان اقدر اعمل كده لازم ارجع قوتي اللي كانت معايا، ولكن على عكس العالم بتاعي القديم المانا في الجو هنا ضعيفه قوي على المعدل لو فضلت امتص فيها من غير ما اعمل اي حاجه الموضوع هياخد مني سنين كتيره. وبرده الموضوع هيكون حلو لو قدرت اجمع شويه معدات تساعدني في الصيد، ولكن اتفه المعدات هنا بتتكلف ملايين. ومره واحده بياخد باله ان في حاجه غلط فبيروح يمسك اخته وبيجري بيها جوه وبيقول في نفسه معقوله زلزال؟ لا ده مش زلزال تقريبا كده هو الشرخ اللي بيقولوا عليه. وبيسيبهم وبيطلع يجري وهو بيقول لهم الموضوع خطير خليكم في الاوضه جوه ومحدش منكم يخرج. وبينط جوه الشرخ وفي الوقت جوه جمعيه الابطال بنلاقيهم بيقولوا ان هم اكتشفوا شرخ جديد جوه المدينه دلوقتي، فبيقوموا لهم الراجل انهم يبعتوا الابطال هناك بسرعه. الموضوع هيبقى وحش قوي لو دخل بشري عادي جوه الشق لان مفيش اي بطل هيقدر يدخل بعديه، ولو حصل ومات جوه هتحصل موجه من الوحوش لمده 10 ايام في المكان اللي كان فيه الشرخ. وبيعرف ان في حد دخل فعلا هناك وبيبقى اسمه جون وشكله كده ما هوش بطل، يعني احتمال ان تحصل موجه وحوش كبيره جدا. تبا الوضع وحش قوي. وفي الوقت عند مرات ابو جون بالله بتقول للسكرتير بتاعها انت دلوقتي جاي تقول ان جون جوه البوابه حصل له استيقاظ، فبيقول لها السكرتير بتاعها مع ان لسه جمعيه الابطال
ما تاكدوش من الموضوع دوت، ولكني باكد لك ان دوت حصل. فبتقعد تزعق فيه وبتقول له كان هيبقى احسن لو انت اللي قتلت الغبي دوت بنفسك، انتوا ليه عقدتوا الامور بالشكل دوت؟ انا عايزاك تقول لتشول ان لو ما قتلش جون هخليه يرجع لي الفلوس اللي خدها 10 اضعاف. بس بتلاقيه بيقول لها اصلا ملوش لازمه اننا نتصل على تشول لان في شرخ ظهر في المدينه وبالتحديد في البيت بتاع جون، واتاكدنا كمان ان هو دخل الشرخ دوت. فبتهدى شويه وبتقول حلو قوي، شكلنا كده مش هنشوفه تاني، بس يا ريت تراقب الموضوع لحد ما نتاكد تماما. وبنروح في الوقت دوت لجون وهو جوه الشرخ وبيقول في نفسه انا مش مصدق اللي انا شايفه دوت. الغابه ديت هي اللي كنت عايش فيها زمان لما كنت طفل، وكمان الملك كتير قوي اللي موجوده في الجو، كل حاجه زي ما كانت تماما. متهيالي ان انا لو مشيت من الطريق دوت اكيد هوصل لها زي ما كنت متخيل تماما. شجره العالم شجره روحيه قديمه جدا بتطلع مانا نقيه قوي. العالم القديم بتاعي اتدمر والشجره ديت هي كمان اتحرقت. انا مش فاهم اللي بيحصل حواليا دلوقتي، ولكن فرصه حلوه قوي اني الاقي الشجره ديت. غالبا كده انا هقدر ارجع المانا اللي كانت معايا في الوقت دوت. وبيقعد جون يتدرب ويسحب في المانا من الشجره، وعدى يوم في التاني وهو قاعد بيتدرب من غير ما يحس باي حاجه، من غير حتى ما ياكل ولا يشرب، لحد ما عدى 10 ايام كاملين. ومره واحده بيفتح عينه وبالله بيقول وحوش فولكينا. الوحوش دول هم اللي حرقوا شجره العالم زمان. يا ريتني دلوقتي كان معايا سلاح اقدر استخدم منه عنصر الميه، بس دوت مش مهم، انا هقعد اضربهم لحد ما اخلص عليهم تماما. وبالله بيجمع المانا في ايده وبيضربهم بيها. وبنفهم من الهجوم اللي هو عمله دلوقتي انه بيجمع كل المانا اللي موجوده جوه جسمه وبيخرجهم على هيئه قنبله بتفرقع في جسم الخصم. عدى وقت طويل قوي من ساعه ما استخدمت كل المانا ديت، ومره واحده بنلاقي الوحوش بتهجم هجمات كتير قوي على جون، بس بيجمع المانا حوالين جسمه وبيصد كل الهجمات من غير ما يتحرك حتى من مكانه. فبيبص لهم جون وبيقول حلو قوي، خلينا اتاكد من قوتي بعد ما امتصيت المانا دي كلها. ولسه بيبقى في وحش بيجمع في طاقته عشان يهجم عليه، ولكن جون بيروح يكتم له بقه، فالهجوم بتاعه بيتضرب بيه هو وبيتحول لرماد من قوه الهجوم. وبالله جون بيبص لهم وهو بيقول لو خلصت عليكم كلكم ايها الاوغات انا كمان هقدر اجمع الشعله اللي ما بتنطفيش ابدا. يا ترى في كام واحده هتقع منكم يا اغبياء انتوا. وبعد شويه وقت بالله بيمسك جوهره صغيره خالص باللون الذهبي وبيقول في نفسه ما توقعتش ان انا هلاقيكي تاني وامتصك جوه جسمي، هيبقى حلو قوي لو قدرت امتص منها اكتر من شجره العالم، ولكن للاسف جسمي مش هيستحمل كده. بس في المقابل الطريقه اللي هقدر استخدمها دلوقتي علشان ازود قوتي هو امتصاص شعله النار دي واغير خصائص المانا بتاعتي لسمه النار. زمان انا لما كنت بشوف الكلام دوت كنت برميها من غير اي اهتمام لاني ما كنتش بحتاجها، ودلوقتي عشان اقدر امتصها الموضوع بياخد مني 10 دقايق علشان امتص واحده بس. خليني دلوقتي استغل الوقت اللي معايا وامتص اللي اقدر عليه. وبعد شويه وقت بنشوف ناس كتير قوي متجمعه وصحفيين كمان حوالين الشقه، وبنلاقي بطل واللي بيبقى اسمه سيونج قاعد زهقان ومخنوق قوي وبيقول بسبب الوقت المجنون دوت انا مضطر اقعد كل ده هنا. بس بيبقى في بطل تاني اسمه كيم هيون بنلاقيه قاعد بيقول ان هم قالوا ان هو عمل كده علشان ينقذ اخته الصغيره. بس بيقول له سيونج كلهم بيطلعوا يقولوا كده، انا سمعت ان سهل قوي يجي لك حاله الاستيقاظ وانت جوه الشقه، اكيد هو دخل عشان كده. لو كان عايز يموت كان المفروض يموت بكل بساطه في مكان تاني من غير ما يوجع دماغنا. ولكن بالله كان بيقول زعيم نقابه الابطال قال لنا ان في شروخ ظهرت في نفس الوقت اللي ظهر فيه الشرخ دوت في العالم كله، المملكه المتحده والصين وتركيا وسويسرا كمان، وشكل زعيم النقابه مشغول بسبب الموضوع دوت. دي حاجه اول مره تحصل في العالم، وانا سمعت ان هم قدروا يحاولوا الموضوع في كل الاماكن ديت قبل ما تحصل اي حاجه. بس بيتعصب سيونج وبيقول بسبب الوعد القذر دوت احنا بس اللي حصل معانا كده، استنى بس لحد ما يخرج انا هكسر له وشه. وبنسمع صوت في التلفزيون وهو بيقول عدى 28 يوم من ساعه ما ظهر الشرخ الجديد، واعلنت جمعيه الابطال ان احتمال كبير قوي تحصل موجه وحوش من المستوى الاول. احنا استعدينا كويس قوي في حاله انه ما يخرجش. السيد جي من هناك اول واحد دخل الصدع دوت اول ما ظهر، وبالله ان كان قاعد بيتفرج هو المدير غوبي، وبالله بيقول الوقت المجنون دوت اكيد هو جون مش كده. فبياكد له المساعد بتاعه الكلام اللي هو لسه قايله، وبيعرفه ان هو خلى كل الاتباع اللي عندهم يتاكدوا من الموضوع دوت. فبيقول غوبي احتمال ان الغبي دوت يرجع من الشرخ اقل من ال1%، ولكنه مش مجرد مدني عادي، ده مستيقظ. ومحدش في جمعيه الابطال الاغبياء دولت عارف الموضوع دوت بسبب ان هم ما عندوش معلومات كفايه. وبالله بيأمر المساعد بتاعه انه يروح يخطف جده واخت جون وتعاملهم كويس قوي، وبيقولوا لو حصل اي حاجه احنا هنبقى كسبانين في الحالتين. لو مات جوه الشرخ احنا هنبيع اعضاء الاتنين دولت، ولو رجع حي فاحنا هنقول له ان احنا كنا بنخلي بالنا منهم. وبنروح في الوقت دوت لجون وهو بيتدرب، وبيبقى قاعد بيقول في نفسه يا ترى عدى عليا وقت قد ايه وانا قاعد هنا، ولكن الشعله اللي ما بتنتفيش ابدا انا امتصيت المئات منها. دلوقتي انا قادر استخدم عنصر النار في اي وقت انا عايزه، وزادت كمان مقاومتي للعنصر دوت. سمه النار حلوه قوي، انا دلوقتي اقوى بكتير عن ما كنت في حياتي قبل كده، وانا سيد السيف. وبيروح للشجره وبيحسس عليها وهو بيقول زمان ودلوقتي كمان انت كنت بتعتني بيها يا شجره العالم، شكرا ليكي قوي. وبيروح يجمع احجار الطاقه وهو بيقول انا ممكن ما اشوفكيش بعد كده، ولكن لو شفتك كنت في خطر فانا اكيد هحميكي مهما كان الثمن. وبعد شويه وقت بنلاقي جون خارج من الشقه وبيقول في نفسه شكل كده مفيش حد هنا، ولكن في هاله قويه جايه من الاتجاه دوت، وبيجري يشوف فيه ايه بالظبط. وبيبص عليهم وبيقول باين كامل لبسهم، فباين كان ان هم زي
الحراس بتوع البوابات لو مسكوني الموضوع هيكون مزعج قوي، فبيجمع المنى بتاعته على شكل نار وبيرميها على بيت بعيد بتعمل انفجار كبير قوي، واول ما بيشوفوها بيجروا على هناك. فبيقول سون هو ليه بالظبط في نار في المكان دوت، وبيبص عليهم جون في الوقت دوت وهو بيقول في نفسه طبيعه النار والدقه بتاعتها حلوه قوي. كيروس منظر النار ديت كان هيعجبك جدا لانك كنت اقوى ساحر نار في القاره كلها. وفي الوقت دوت بالله كان بياخد باله ان في حاجه غريبه وبيبص على الشقه وهو بيقول ان هو بيختفي، وبيجروا على هناك وما بيلاقوش اي حاجه لان بطلنا جون بيكون مشي من المكان خلاص. وتاني يوم بيتذاع في المدينه كلها ان الشرخ اللي كان موجود اختفى بعد 29 يوم اخيرا، وما اضطرتش نقابه الابطال تواجه اي وحوش من الشرخ دوت. وبنشوف جون ماشي في وسط الناس وبيسمع المذيعه وهي بتقول ولكن للاسف مات الشخص اللي دخل الشرخ في الاول. فبيقول جون في نفسه بما ان الشرخ اختفى فشكلي كده مش هقدر اشوف شجره العالم تاني، دي حاجه تزعل قوي. ولكن في حاجه تانية المفروض ان احميها كمان. وبنلاقيه واقف قدام مبنى زعيم العصابه غوجي، ولما بيدخل بيسمع اتنين بيتكلموا بيقولوا الوغد دوت مات جوه الصدع واخته اللي خدناها ديت اكيد لما تكبر هتكون جميله قوي. وطبعا الزعيم هيدور على طريقه يستنفع بيها منها. ومره واحده بيسمعوا جون وهو بيقول فين الزعيم بتاعكم، واول ما بيوصل غوجي للمكان بيبقى قاعد بيضحك وبيقول اخيرا الوغد دوت مات، دي حاجه مريحه قوي. واول ما بيطلع بيلاقي الرجاله بتاعته قاعده بتتضرب وبتطير من قدامه. فبيبص له جون وبيقول له بكل غضب تعالى لي هنا على ايديك ورجلك زي الكلب بالظبط. وبيروح يقعد على المكتب وبنلاقيه بيقول له انا عايزك تهوهو زي الكلاب ما بتعمل بالظبط، انت ما تستحقش انك تعيش زي الانسان، انجح بسرعه. وبيدوس جون على رجله وبيقول له علي صوتك انا مش سامعك كويس وانت بتهوهو، انت كنت عامل نفسك بتسمع كلامي مش كده، واول ما جات لك الفرصه رجعت اوسخ من الاول. هو انت بجد فاكر اني ما اتعاملتش مع ناس وسخه زيك قبل كده؟ فبيقعد جو بيعيط وبيقول له انا اسف ارجوك سيبني اعيش المره ديت، انا هكون كلب مطيع ليك. ولكن بيضربه جون بالرجل بيطيره من مكانه. وبالله بيبص للمساعد بتاعه بيقول له انا عايزك تبقى انت الزعيم الجديد، بلاش تشتغل تحت الكلب دوت اللي ما يستحقش يكون من البشر اساسا، انا هسمح لك تتخلص منه. بس بالله المساعد خايف وبيقول له الزعيم بتاعنا عنده علاقات كتير قوي، لو بقيت انا الزعيم مره واحده الناس هتبدا تشك فينا، ارجوك خلي الموضوع يعدي المره دي وما تقتلوش. فبيقول له جون انت مثير قوي للشفقه، هو مش التخصص بتاعكم برضه انكم تلموا الناس وترميهم في البحر او انكم تسحقوهم في ساحه خرده، مش كده برضه؟ لو ما كنتش عايز تعمل انت الموضوع بنفسك فانا هاخده وارميه في بوابه واخليه اكل للوحوش. بس بيقعد غوبي يتذلل لجون وهو بيعيط وبيقعد يقول لجون انا هفضل خدام ليك طول حياتي، هقعد شغال معاك زي الكلب بالظبط، ارجوك ارجوك المره ديت سامحني المره ديت بس. فبيقول جون في نفسه من الاحسن ان انا اخلص عليه دلوقتي علشان ما يحصلش اي حاجه مزعجه بعدين. وبينفخ وهو بيقول شكل كده قلبي بقى رقيق، وبيمدله ايديه وبيقول له تعالى. فبيمسكها غوبي وهو فرحان وبيقعد يشكره. ولكن فجاه بالله جون بيفعل النار بتاعته بيحرق له ايديه وهو بيقول له ديت فرصتك الاخيره، وبيقطع له ايده خالص بعد ما حرقها وخلاها رماد. وبيخرج وبيسيبه ويمشي وهو بيقول لهم من دلوقتي لو حصل لعيلتي اي حاجه ولو خربوش واحد انتم كلكم هتموتوا، احموهم بكل الطاقه اللي عندكم لان حياتكم هتكون معتمده عليهم. وفي اليوم التاني بالله جون قاعد مع اخته الصغيره في المطعم وبيشوف في الاخبار ان هم خلاص رسميا اعتبروه اختفى جوه الشرخ اللي كان موجود. فبيقول في نفسه حتى لو قلت لهم ان انا رجعت حي فدوت هيجيب لي الازعاج مش اكتر، وغوبي هيدور لي على بيت قريب وعلشان كده انا هتحرك بالراحه وانتقل للبيت التاني. وبنلاقي اخته قاعده مبسوطه لان هم اخيرا هيعزلوا من البيت القديم بتاعهم. فبيقول لها جون انها كمان تقدر تروح للحضانه زي كل الاطفال التانيين، والسنه الجايه كمان هتروح للمدرسه. فلما بيلاقيها قاعده زعلانه بيقول لها جون مالك في ايه، هو انت مش عايزه تروح الحضانه؟ فبتقول له ايوه لان الاطفال التانيين بيقعدوا يتريقوا عليا علشان انا ما عنديش اب وام زيهم. فبيسكت جون شويه هو زعلان وبيقول لها خلاص مش لازم تروح الحضانه وتشوفي زمايلك الاوغاد دول، السنه الجايه هتروح المدرسه وخلاص مع ناس مختلفه. فبتفرح هيون قوي وباللاجي بيقول في نفسه شكل كده لازم ادخلها مدرسه خاصه وغاليه قوي عشان ما يبصلهاش حد بتكبر. وباللاقيه بيفتكر لما راح شافهم بعد ما خرج من الشرخ فبيروحوا هما الاتنين يحضنوه وهم بيعيطوا علشان قدر ان هو يرجع حي بعد ما دخل الشقه. فبيبص لهم جون وبيبتسم بصمت. وبنرجع للوقت الحلو وبنشوف هيون وهي بتقول له اخويا هو انت كمان بقيت بطل، انا مش عايزاك تبقى بطل من الابطال دول لان سمعت ان الابطال بيواجهوا الوحوش وساعات بيموتوا وهم بيعملوا كده، انت وجدتي عيلتي الوحيده وانا عايزاك تفضل معايا على طول. فبيسكت جون وبيقول في نفسه حتى في العالم بتاع القديم كنت اخر انسان فضل عايش، والحاجات اللي ضاعت مني وانا بقاتل الوحوش طول السنين دي كانت نستني كل الاحاسيس الجميله دي، ودلوقتي اخيرا حاجه عزيزه على قلبي لقيتها موجوده في العالم دوت، انا لازم احميكم واحمي السعاده اللي حسيت بيها اخيرا معاكم. وتاني يوم جوه جمعيه الابطال بنلاقي الزعيم بتاعهم بيجي للمكان واللي بيبقى اسمه هوانغ وبيقعد يهزق فيهم علشان ما يقدروش يكتشفوا ايه اللي حصل في الشرخ بالظبط وهو مش موجود هنا. وبنلاقيه بيبص لهم بكل غضب وهو بيقول الحاجه الوحيده اللي تغفر لكم ان مفيش اي وحوش خرجت واذت حد من الناس العاديه. فبتقول المساعده في نفسها دوت واحد من اكتر الابطال المحترمين في العالم، ولو ترشح انه يكون رئيس البلاد كان هيكسب باكتساح كبير قوي، ده كمان بيقولوا انه يقدر يوقع شركات بكلمه منه حسب ما هو عايز، ولكنه مش مهتم بالكلام دوت ولا بالفلوس ولا باي حاجه، كل اللي بيهتم بيه انه يحافظ على سلامه
زحامة الناس ويتصدى للشروخ اللي بتظهر وخلاص. ومرة واحدة بتجيله رسالة فبيتصدم وبيقول ظهر شرخ جديد جوه المملكة المتحدة. وتاني يوم بالله جون بيتمشى في المدينة وبيروح لمحل بيع الأحجار السحرية، وأول ما بارك بيشوف جون بيتخض وبيبقى خايف قوي وبينده على المدير بتاعه اللي بيبقى قاعد وبيقول له هو دوت الراجل اللي عمل كل الفوضى ديت في الأيام اللي فاتت. فبيقوم المدير لجون وبنلاقيه بيقول له انت بقى البطل اللي كان بيعمل كل الفوضى ديت في غيابي ولعب في اسعار الاحجار السحريه. بس بيلاقي جون بيقول كويس قوي انك ظهرت دلوقتي، انا عندي احجار سحريه كتير قوي عايز ابيعها النهارده، وكنت بتمنى اقابل حد المنصب بتاعه يكون عالي يخلص الموضوع دوت. وبيرمي له شنطه الاحجار السحريه. فبيقول المدير في نفسه اكيد انت جبت احجار كتيره منخفضه الرتبه ومعفنه زي المره اللي قبل كده. وبنلاقيه بيقول انا مش عايز اشتغل معاك، خد حاجتك يلا وامشي من هنا، شكلك كده ما انتش فاهم نظام المحل عنده، عموله ال1% اللي انت عايزها ديت معناها الخساره لينا، انا مش عايز اتعامل معاك تاني، امشي من هنا يلا. بس بينفخ جون وبيقول له انت هتندم على الكلام دوت. فبيقول له المدير شكل كده الكلام بالعقل ما بينفعش معاك، في اسباب كتير بتخلي المركز يحط علينا عموله 5%، ولكن مفيش فايده ان انا اشرح لك الكلام دوت، خد الشنطه بتاعتك واخرج من هنا وما تجيش تاني. ولكن مره واحده بيمسك جون الشنطه وبيفضيها قدامهم، فبيتصدموا الاتنين قوي وما بيصدقوش اللي شايفينه قدامهم. وبيقول المدير في نفسه لحظه واحده هو دوت حجر سحري بطولي، حجر السحر اللي بيتقال عليه انه بيتباع باي مبلغ انت بتحدده. الحجر السحري دوت زمان كان في واحد في المكسيك اسمه كريزمان، وكانت سمعته وحشه قوي وبيتلقب بسيد الادويه لانه كان بيكسر الاحجار السحريه وبيعمل منها ادويه غريبه. وفي مره وهو بيكسر الحجر البطولي القوه اللي خرجت منه نشطت القوه بتاعته وخلته يستيقظ كبطل، ومن ساعتها والحجر دوت مشهور قوي انه بيساعد الابطال يزودوا قوتهم السحريه، ده عنصر نادر جدا وفخم قوي. وبيلاقي جون بيقول لهم لو ما كنتوش عايزين الاحجار ديت رجعوها في الشنطه وانا هاخدها وامشي. بس بيروح المدير يتمحل جون شويه وبيقعد يقول له ارتاح ارتاح بس اللحظه لحد ما ننضف الاحجار ديت. وبالله جون قاعد بيتنك عليه وبيقول له انا مش هقبل منك غير انك تاخد عموله نص في المية بس، ولو ما كانش عاجبك كلامي انا هاخد الاحجار وامشي. ولما بيلاقي المدير بيساله طب هو انت ليه قللت ال1% لنص في المية؟ فبيقول له جون لاني بقيت متضايق منكم، وبيقعد يعتذر له كتير قوي وبيقول له انا كنت مهمل اني ما لاحظتش انك بطل جامد قوي كده، ارجوك سامحني. وبيقعد يفاصل مع جون في السعر وبيقعد يقول له طب 9%، لا خلاص 8%، اقول لك لا 6%. فبيوقف جون بعد ما كان هيسيبه ويمشي وبيقول له عشان انا طيب بس هخلي الموضوع يعدي المره دي وهديك نسبه 1% تاني. ويعني المدير بيبقى هيولع في نفسه بس بيكتم كل الغضب دوت. ولما بيقول له جون لعلمك بس انا معايا كمان 7 شنط زي دول تماما، فبيتصدموا الاثنين. وبالله المدير بيقول لبارك حول له يا ابني الفلوس بسرعه. وبعد شويه وقت بنلاقيهم حولوا لجون 67 مليار وون. فبيقف يقول في نفسه بالمعدل دوت حتى البيت اللي ب 110 مليار مش هيكون صعب قوي ان اجيبه. ولكن المشكله الحقيقيه دلوقتي هي ان البوابات مش كفايه اني اجمع احجار سحريه من اعلى جوده، لو كنت بس بقدر ادخل في الشروخ اللي بتظهر زي ما انا عايز. ومره واحده بيجي لكل اللي موجودين تنبيه على التليفونات بتاعتهم انه ظهر شرخ جديد جوه المملكه المتحده، وكل اللي كانوا هيسافروا لهناك لازم ياخدوا بالهم من الموضوع دوت ويأجلوا السفر بتاعهم. فبيمشي جون وهو بيقول انتم ناس مثيرين للشفقه قوي، بيبعتوا للناس تحذيرات بدل ما يخلصوا على الشرخ بسرعه. زمان في حياتي اللي قبل كده كنت هجري على الشرخ دوت مهما كانت الدوله او الجمعيه المسؤوله عنه، كنت هروح للمنطقه المحظوره ديت على طول من غير تفكير، ولكني خلاص مش هعيش بالطريقه ديت تاني. وبعد شويه وقت بنلاقي جون وهيون وجدتهم قاعدين في مطعم، بس بيلاقي جدته قاعده بتشتكي لان الاكل هنا غالي قوي. فبيقول لها ما تقلقيش من اي حاجه، انتم دلوقتي مش مطلوب منكم غير انكم تتدلعوا وتعملوا كل اللي في نفسكم. ولما بتاكل هيون حته لحمه بتنبسط من طعمها قوي وبتمسك هيون حته لحمه وبتديها لجدتها، فاول ما بتاكلها بتنبسط قوي هي كمان من طعمها. وبنلاقي التلاته قاعدين فرحانين قوي. بس مره واحده بنلاقي اللي بيدخل لهم وبتطلع ديت يو البطله الرابعه في كوريا المصنفه من الرتبه اس. فبتدخل وبتنده عليه وبتقول له انت السيد جون مش كده، خلينا نتكلم مع بعض شويه، انا سمعت ان انت بطل وعملت حاجات كتير الايام اللي فاتت. ولكن بيسكتها جون وبيقول لها هو انت مش شايفه اني قاعد بتغدى مع عيلتي، لو كنت عايزه حاجه مني ابقي ارجعي تاني بعد ما نخلص اكل. فبتصدم بالله بتقول في نفسها هو انت مش عارفني ولا بتمثل ولا ايه بالظبط، انا البطله يو يا ابني، معقوله بيكلمني انا بالطريقه ديت؟ بس بتسكت وبتطلع تستناها بره. فبالله الناس قاعدين بيبصوا عليها ويعني ما بيبقوش مصدقين انها موجوده في مطعم عادي زي دوت معاهم وكمان قاعده مستنيه حد. فبتقول يو في نفسها جون قبل شهرين كان اول واحد يرجع من البوابه حي، وهو دلوقتي مشتبه ان قوته استيقظت في الحدث دوت، وكمان بلغوا ان هو مات جوه الشرخ اللي حصل في مابو في اخر فتره، ولكنه دلوقتي هو اتعايش وصحته كويسه قوي. الراجل دوت غريب جدا، ده خلاني انا اقلق بمجرد نظره منه وكام كلمه صغيره. معقوله تكون استيقظت قوه جواه من الرتبه اس في شهرين بس؟ ده في ابطال كتير قوي قعدوا سنين كتير يشتروا في احجار مهنه علشان يوصلوا بس للرتبه اس، مستحيل يكون الواد الصغير دوت وصل للرتبه اس، اكيد هو عنده قدره مختلفه وفريده قوي. ولما بيخلصوا اكل بتبقى لسه يو هتروح لهم، بس بيظهر قدامهم واحد شبه الخنزير بالظبط وبيقول ايه ده
جون شكلك كده ما كانش بيتهيالي لما شفتك، انت ازاي قدرت تخرج من البوابه ديت حي؟ وبنعرف ان اسمه كانغ تشول، وبيكمل كلامه لجون وبيقول انا كنت مفكرك عيل تافه مالكش اي لازمه، ولكنك طلعت زي الصرصار بتعرف تتسلل وتهرب. فبتقول يوف نفسها ليه من بين كل الناس كانغ تشول موجود هنا؟ في اكيد حاجه غلط هتحصل دلوقتي. وبالله جون بيبص لها وبيقول لها انت كنت بتقولي ان انت عندك حاجه عايز تخلصيها معايا مش كده؟ انا هساعدك بس يا ريت تعملي لي خدمه، خدي عيلتي دلوقتي وهات لهم سياره اجره ووصليهم للبيت، انا لازم امشي دلوقتي لاني عندي دين كبير قوي لازم اخده من الكلب دوت. وبعد شويه وقت بالله يو بتركبهم سياره الاجره وبتقول لهم ما يقلقوش لان هي هترجع تشوف في ايه معاه بالظبط. ولما بنرجع لجون بنلاقيه بيدي كانغ بالقلم فبيتعصب قوي وبيقول له ايوه الواد انت ازاي تجرؤ، ولسه بيبقى هيهجم عليه. فبيلاقي الموظفه بتقول له ان هم ما ينفعش يتخانقوا في المطعم هنا، وبيبقى لسه هيضربه وهو بيقول لها تمشي من قدامه دلوقتي. فبيمنعه جون وبنلاقيه بيقول له ايوه الواد انت عايز تموت ولا ايه؟ بس قبل ما بيكمل كلامه بيلاقي جون بيديله بالبوكس في وشه وبيقف يقول له كانغ تشول انت سبتني في البوابه علشان اموت مش كده؟ في حاجات كتير قوي ما بيننا لازم نتكلم فيها ولا انت ايه رايك؟ فبيلاقي كانغ بيضحك وبيقول له هو انت فاكر ان انا هقعد اتكلم مع حته حشره زيك؟ ابوه وامه تخلوا عنه، معقوله تكون مرات ابوه هي اللي قالت لك تيجي تقتلني؟ فبيطلع جون التليفون بتاعه وبنلاقيه بيشغل مسجل الصوت وبيقول حلو قوي قول كده الكلام اللي انت لسه قايله ده تاني. بس بيتعصب كانغ قوي وبيجمع كل قوته في ايده وبيجري على جون بكل قوته وبيقول امك العاهره ديت انت طالع لها بالظبط، انا هموتك هنا يا جون. بس بيفعل جون المنه بتاعته في ايده وبيصد الضربه بتاعته بكل سهوله. فبيقول كانغ في نفسه معقوله ضربتي انا اتصدت؟ هو ازاي عمل كده وجاب القوه ديت اصلا منين؟ وقبل ما بيكمل تفكيره بالله جون بيضربه بالمنه بتاعته وبيطير عليه بيكمل ضرب فيه. ولسه صاحبه المطعم بتبقى هتتصل بالبوليس فبتاخد منها يوت تليفون وبتقول لها انا ههتم بالموضوع دوت بلاش تقلقي من اي حاجه. ويا عيني بتبقى فرحانه قوي انها شافت يو قدامها وبتقعد تشكرها وبتقول يو في نفسها كانغ تشول بطل من الرتبه بي ولكنه قدر يغلبه بكل البساطه ديت. معقوله الرتبه بتاعته اعلى من الرتبه بي؟ يا ترى هو من الرتبه ايه ولا اعلى من كده؟ بس حتى لو كان من الرتبه ايه ما كانش هيقدر يهزمه بالسهوله ديت. وباللي هي بتنده على جون وبتقول له لو فضلت مكمل على الحاله ديت فالحساله دوت هيموت على ايدك، اهدى كده شويه وسيب. فبيسيبوا جون فعلا وبتكمل وبتقول له يا ترى يا سيد جون انت عارف كل حاجه عن كانغ تشول؟ فبيقول لها جون انا اعرف عنه انه حساله ودوت كفايه، ليه هو انت عندك مشكله؟ فبتقول له يو فعلا في مشكله لان ابنه عم هو البطل من الرتبه اس كانغ يونغ بيو. البطل دوت مش سهل ابدا انك تعمل معاه مشكله. بس لما بتلاقي جون مش مهتم بتقول في نفسها معقوله هو كان عارف اصلا كل دوت من البدايه وبرضه ضربه من غير ما يهتم لاي حاجه؟ الراجل دوت متهور قوي. وبالله بتقول له السبب اللي كان بيخليه يعمل كل الافعال الشريره بتاعته ديت هي حمايه ابن عم. لازم تفهم ان اللي انت عملته دلوقتي خطر جدا، لازم تفهم ان كانغ يونغ مش هيعدي الموضوع دوت. فلما بتلاقي جون بيضحك ومش مهتم بتقول له كده شكلك مش خايف. عموما الاهم دلوقتي بس قبل ما تكمل كلامها بتلاقي جون بيبص لها وبيقول لها انت بداتي تخنقيني اخلصي قولي انت عايزه ايه بالظبط. فبالله بتقول له انا اسفه انا جيت لك هنا من غير ما احدد معاك ميعاد ولكنها كانت خدمه من عمي، مش انت برضه رحت له المحل وبعت له كل بلورات المانا اللي معاك؟ انا عايزاك تبيع كل اللي فاضل معاك ليا انا وهشتريهم منك باي سعر يجي على بالك. بس بيضحك جون وبيقول لها دي كميه كبيره قوي شكلك كده الثروه بتاعت بطل من الرتبه اس تعدي خيال الناس العاديه. عموما انا ما عنديش حاجه تمنعني ان انا ابيعها لك ولكن انا عندي شرط ومش حاجه كبيره قوي بالنسبه للبطله يون هتقدري تعمليه بكل سهوله. وفي الوقت ده بنروح لمرات ابو جون وهي قاعده متعصبه جدا وبتقول للسكرتير بتاعها انت قلت لي ان هو مات، قلت لي ان هو دخل الشركه الجديد اللي ظهر مش كده؟ لازم تلاقي حل وتخلص لي على الواد دوت. فبيعتذر لها السكرتير وبيقول الاهم من الكلام ده دلوقتي جون انتقم من كانغ تشول. فبتتصدم وبتقول وهو ليه يعمل حاجه مع الواد دوت؟ معقوله جون عارف اني انا اللي ورا الكلام دوت؟ وباللي هي بتقول في نفسها الموضوع هيبقى وحش قوي لو جوزي او ابويا عرفوا باللي بيحصل حاليا. انا لازم الم الموضوع باي طريقه، ولكن لو قال اي حاجه لوسائل الاعلام فقيمه الشركات بتاعتنا هتقع كلها في الارض. انا لازم اوقف دوت. وباللي هي بتقول للسكرتير بلغ كل وسائل الاعلام والمجلات ان اي حد هينشر حاجه على جون هنسحب الاعلانات بتاعتنا من عندهم، وكمان البوليس سكتوا اي حد يتكلم فورا. بس بتلاقي السكرتير بيقول لها ان هو عمل كل الكلام دوت قبل ما يجي لها. فبترتاح شويه وبتقول له كويس قوي ان انت فكرت وعملت كده. فبيقرب من السكرتير وبيقول لها لازم نحل الموضوع دوت من الجذور بتاعته. وكمان انا عايزك تعرفي ان ابن عم كانغ تشول هو كانغ يونغ البطل المشهور من الرتبه اس اللي بيتقال عليه حتى بين الابطال انه مجرد حساله بشريه، لان بالحمايه بتاعته كان كل الناس ما بتقدرش تعمل مع ابن عمه حاجه وكان بيخلص له كل الاعمال الوسخه اللي هو عايز يعملها من غير ما يوسخ ايده. وكمان الموضوع مش هيكون حلو بالنسبه له لو الشرطه خدت بالها من الموضوع دوت. اكيد هما كمان سكتوا الشرطه من ناحيتهم. فبتقول له ان هي عايزه تقابل ابن عمه دوت خد لي معاه موعد في اقرب فرصه تيجي. واما بقى رئيس شركه اتش سي اس اللي اسمه غوبي اللي خانه وبقى بيحمي عيله جون عايزاك تتصل بيه بسرعه لازم يدفع ثمن خيانته ليا. وفي الوقت ده بنروح لجون واللي بيقول لنا كوريا دلوقتي فيها 37 منطقه شرخ ولسه ما تحولوش لبوابات، وباقي الامان ما تقدرش تصطاد فيها الا لو كنت من الابطال عن طريق ان انت تاخد مواعيد من جمعيه الابطال. مفيش دلوقتي غير حاجه واحده اقدر اعملها وهي اني اعتمد على يو علشان
علشان ادخل الاماكن ديت، وحتى مع انهم عارفينها كويس قوي فهم برضو حاطين قوانين عليها انها لازم تاخد مجموعه من الاشخاص معاها جوه الشرخ. فبتقول لها البنت ديت، واللي بنعرف ان هي بطله من الرتبه ايه وشغاله جوه الجمعيه، ده غير ان هي رئيسه نقابه الزهور المتساقطه. بالله بتقول لي يو دي حاجه غريبه قوي، انا بقالي كتير ما شفتكيش بتيجي لمنطقه شرخ، يا ترى ايه اللي حصل خلاكي تيجي هنا؟ فبتقول لها يو انها بقالها شويه حاسه بالكسل وعلشان كده بتحاول تحرك نفسها شويه. وبتفتكر جون لما كان بيقول لها الشرط بتاعها انها تخليه يدخل معاها لمناطق الشروخ اللي هو عايزها علشان يجمع فلوس اكتر. فبتقول في نفسها بتيجي المنطقه خطر قوي زي ديت لمجرد السبب التافه دوت، انت اكيد في حاجه في دماغك. عموما انا بنفذ الطلب بتاع عمي ومش مهم اي حاجه تانية تحصل. وبتقعد تضايقها البنت دي شويه علشان تعرف مين الراجل اللي جايباه معاها، ولما بتعرف ان هو مجرد عميل في الشغل معاها بتقعد تضايقها اكتر وبتقول لها انت فاكراني هصدق الكلام دوت؟ اكيد انت حاطه عينك عليه انه يبقى حبيب ليكي. بس بتسكتها يو وبتقول لها مفيش اي حاجه من الكلام دوت، هو بس ليه خدمه عندي وانا بنفذها له مش اكتر. ومره واحده بياخدوا بالهم كلهم ان في حاجه غلط بتحصل، وبنكتشف ان دوت وحش من فصيله الكاتريوس وبيهجم عليهم، ولسه بيبقوا هيجهزوا نفسهم انهم يصدوا الهجوم بتاعه. بالله جون طارع عليه فبيتصدموا كلهم منه، ولكنه بيبص له وبيقول اول فريسه ليا، وبيجمع كل المانا في ايده وبمجرد ضربه واحده بس بيوقع الوحش اللي تصنيفه عالي قوي وبيخلص عليه تماما. فبيتصدم كل اللي موجودين من المنظر وبيقولوا هو معقول مات بضربه واحده؟ بس بيقول لهم جون لا هو لسه ما ماتش، هيموت لما تعمل فيه كده. وبيضربه برجله بيكسر له دماغه خالص. ويا عيني قائده النقابه ديت من الصدمه بتاعتها بتروح ليو بتقول لها مين ده بالظبط؟ ده عمل اللي مفيش اي حد فينا يقدر يعمله بضربه واحده، وكمان المعركه بتاعته كانت في الجو مش على الارض. فبتبص له وبتقول في نفسها يا ترى مين الراجل دوت بالظبط وازاي بيقدر يعمل كل دوت؟ وبالله بتروح لجون وبتقول له انا عندي ليك خطه حلوه قوي، شكل المهاره بتاعتك وقوتك ما بتناسبش المكان دوت، ايه رايك تيجي معايا لاعمق حته جوه الشارع؟ فبتلاقي ان جون قاعد بيضحك وبيقول لها ده هتبقى حاجه ممتعه قوي. بس بتقول له انا عارفه الغابه دي كويس قوي، ولو كنت عايز ما تتوهش حاول تلحقني بشكل كويس. وبالله بتجري مره واحده بكل سرعتها من المكان، فبيجري وراها جون هو كمان بكل سرعته. ويا عيني الابطال التانيين اللي كانوا معاهم بيقولوا احنا ما نقدرش نعمل زيهم كده، خلينا احنا نصطاد الوحوش الخفيفه هنا. وبتبص للوحش وبتقول في نفسها الناس كلها بتقعد تشكر فينا لاننا ابطال من الرتبه ايه، بس احنا قدام الابطال ان من الرتبه اس ما نعتبرش غير شويه حشرات قدامهم. يون والراجل دوت اقوياء بشكل فظيع قوي. وفي الوقت دوت عند يون بالله بتبص وراها وهي بتجري، فبتقول في نفسها معقوله لازم ابطل نفسي شويه. بس بيظهر جون مره واحده جنبها وبيتريق عليها وهو بيقول هو انت ما تقدريش تجري بسرعه اكتر من كده شويه؟ بس يا عيني يو بتقف وبتقول في نفسها معقوله دوت بيحصل بجد؟ هو ازاي قدر يلحقني؟ من ناحيه السرعه انا تاني اسرع واحده موجوده في كوريا. فبالله جون بيقول لها انت مالك بطيئه كده ليه؟ انا كنت فاكرك بتحاولي تخلصي مني. فبتتحرج منه. ولما بتلاقي جون مركز مع الجبل بتقول له الجبل اللي انت مركز معاه دوت الوحش الزعيم بتاع الشرخ موجود هناك فيه. سمعت قبل كده عن وحش اسمه كسريان، وحش عملاق جدا وطوله 20 متر شبه الديناصور بالظبط. اوعى تفكر حتى تقرب منه لانك محتاج 3 ابطال على الاقل من الرتبه اس علشان تقدر تواجهه. فبيسالها جون هو دوت الوحش اللي عنده حجر سحري بطولي؟ فبتقول له يو ايوه الوحش دوت اول ما بيموت بيوقع حجر سحري بطولي. بس هو انت كنت سامعني انا بقول لك ايه اصلا؟ انت ما ينفعش تقرب منه، ما تقوليش ان انت بتفكر تروح هناك، انا ما جبتكش هنا علشان تعمل حاجه متهوره زي دي. بس بيطنش جون وبيطلع يجري مره واحده. فبتقول في نفسها هو المجنون دوت بيحاول يعمل ايه بالظبط؟ وبتطلع تجري وراه. وبعد شويه وقت بعد ما بتوصل له اخيرا بنلاقيها واقفه مصدومه وبتقول في نفسها هو ايه اللي حصل هنا بالظبط؟ الكاسريان وحش قوي جدا لدرجه ان بارك هيول بطل من الرتبه اس اللي كان معروف عنه صيد الوحش دوت زمان جمع شويه ابطال، اتجمع هو 30 بطل من الرتبه ايه، وكل الابطال اللي كانوا معاه اتقتلوا على ايد الوحش دوت. وكمان هو يا دوبك قدر يخرج حي. وبعد الموضوع دوت رجع جمع معاه 100 بطل من الرتبه ايه وكمان صياد معاه من الرتبه اس علشان بس يقدروا يحاربوا الوحش ويصطادوه. وفي النهايه بعد تعب كبير قوي قدروا فعلا ان هم يصطادوا الوحش، ولكن دوت حصل بعد ما كتير من الصيادين اللي كانوا معاه ماتوا على ايد الوحش دوت. نقابه الحياه الجميله بتاعه بارك من الوقت دوت لسه ما قدرتش ترجع قوتها من 3 سنين. وبالله جون بيبص لها وبيقول لها انت عارفه ان انت ما ساعدتيش علشان كده مش هديكي حاجه. فبتتعصب بس بالله بتقول في نفسها لو ما كنتش شفت دوت بعيني عمري ما كنت هصدق وحش الكسريان اللي عنده سمعه وحشه قوي الراجل دوت قتله بضربه واحده. فبيخرج جون منه الحجر البتولي وبيقول لها انا ما بقتش محتاجك تقولي لي اعمل ايه وما اعملش ايه، من دلوقتي انا هصطاد لوحدي. بس قبل ما تمشي بالله بتقول له هو انت مش هتاخد من جثه الوحش اي حاجه؟ المخالب بتاعته والريش مواد مهمه قوي ان الجمعيه تحللها. فبتلاقي جون بيبص لها وبيقول لها انا مش مهتم بيها لانها مش هتجيب لي
لي فلوس كتير، الوقت اللي كنت هضيعه هنا احسن لي فيه ان انا اروح اصطاد شويه وحوش واجمع منهم احجار سحريه تقدري تاخديهم لو انت عايزه. اعتبري دوت مقابل انك كنت بتدليني على المكان. وبعد شويه وقت لما اليوم بيخلص بنلاقي الابطال اللي معاهم واقفين باصين لشنط الاحجار السحريه اللي جمعها جون، وبيقولوا الاحجار اللي الواد ده جمعها احنا محتاجين النقابه بتاعتنا بالكامل علشان نقدر نجمع زيهم. معقوله انتم مصدقين اللي حصل دوت؟ ده كمان لو بصينا لجوده الاحجار السحريه هنحتاج 3 ايام عشان نجمع زيهم. يا ترى ايه الخلفيه بتاعت الشاب دوت؟ لو كان كلام يو صح فسيبنا من السرعه والكميه اللي جمعها، ده قدر يهزم وحش الكاسريان لوحده من غير اي اسلحه او لبس خاص. الكلام دوت لوحده يخليه اقوى بطل في كوريا، ده ممكن حتى يكون اقوى بطل في العالم. ومره واحده بيجي جون وهي قاعده بتفكر وبنلاقيه شايل شنطتين كمان، فبيروح يكلم يو بعيد عنهم. ولما بيشوفوهم من بعيد بيقعدوا يقولوا الاتنين دول شبه الحبايب بالظبط، ولكن الواد دوت بارد قوي. بدل ما يغازل يو بيعملها بقله احترام وبطريقه رخمه قوي. عمري ما جه على بالي اني هعيش لليوم اللي هشوف حد بيعامل يو كده. ومره واحده بيديها جون الشنطه اللي معاه وبيسيبهم وبيمشي، فبتروح لها قائده النقابه وبتسالها ايه اللي حصل بالظبط، ازاي ساب كل الشنط ديت وراه ومشي كده بكل بساطه. فبتقول لها يو انه لما عرف بانه هيكون مشهور اول ما الناس يعرفوا انه قدر يهزم وحش الكسريان هيكون مشهور في يوم واحد، قال ان هو بيكره الشهره قوي وطلب مني اهتم بالموضوع دوت انا. وبتقعد تقول في نفسها هو ليه غريب قوي كده، وبتبقى مكسوفه يا عيني وشكلها كده وقعت في حب بطلنا. وتاني يوم بنشوف واحد قاعد بيتدرب وماسك كيس الملاكمه نازل فيه دعك من كتر اللكمات اللي بيضربها فيه لحد ما بيدمره تماما، بس بيبقى متضايق قوي من قوته الحاليه. وبنعرف ان دوت بار صياد من الرتبه اس اللي كانت بتتكلم عنه يوم من شويه، وهو قائد نقابه الحياه الجميله. فبنلاقي المساعد بتاعه جاي يهديه شويه وبيعرفه ان فتره التدريب بتاعته الكبيره ديت هتزود من سمعته وقوته بشكل كبير قوي، ولما يجي الوقت المناسب يقود النقابه كل الابطال التانيين مش هيكونوا حاجه قدامك. ده غير كمان ان مفيش حد واجه وحش الكسريان اكتر منك. في يوم من الايام هيتقال ان انت اكتر بطل قدر يخلص على الكسريان من غير ما يخسر عدد كبير من الابطال اللي معاه. فبيقعد يضحك برضه وبيبقى مبسوط قوي من الكلام دوت، وبيقول له صحيح النقابه بتاعتنا قوتها قلت في ال3 سنين اللي فاتوا دول، ولكني انا الوحيد اللي بيقدر يخلص على الوحش الطائر الغبي دوت. وبنروح في الوقت دوت لواحد قاعد بيتفرج على الملف بتاع جون، وبيطلع دوت كان غبيون بطل من الرتبه اس، وهو دوت ابن عم الواد اللي جون قاعد يدغدغ فيه لحد ما عمل له اعاقه قبل كده. وبنلاقي المساعد بتاعه قاعد بيشرح له كل اللي حصل مع جون وابن عمه، وانه سابه في بوابه قبل كده علشان كان عايز يقتله، ولكن دوت ما حصلش. بالعكس قوه جون هي اللي استيقظت، وكل دوت حصل بسبب عامله عندنا واسمها هي هيون، وهي المديره التنفيذيه لمجموعه شركات تي. فبيقول له كان واحده غنيه قوي كده اللي مخليها مهتمه بطفل زي دوت. فبيقول له المساعد ان جون هو ابن غير شرعي لمجموعه شركات تي، وكان عايش معاهم لما كان عنده 7 سنين، ولكن لما هي خلفت طردوه من البيت. فبيقعد كانغ يضحك وبيقول الناس الغنيه دي ما عندهاش اي مبادئ. صحيح انا سمعت ان كانغ تشول حصل له عجز دايم وان جسمه بالكامل متغطي دلوقتي بالجروح. فبيقول له المساعد ده كمان عينه ما بقاش قادر يشوف بيها، يا دوبك قدر يطلع حي من المعركه مع جون. الوقت دوت ما كانش عنده اي رحمه معاه، بس بيضحك كانغ وبيقول لو انا اللي كنت مكانه كنت هقطعه واكسر راسه. فبالله المساعد بيقول له صحيح انا سمعت ان يو كانت موجوده في المكان وقت ما حصل الحادث دوت. فبيتعصب كانغ قوي وبيقول له ايه اللي يخلي واحده زي ديت تساعد الراجل ده، ايه العلاقه ما بينهم بالظبط. ولما بيعرف انه مساعد انها كمان شهدت للبوليس ان جون ما كانش غلطان في اي حاجه وعلشان كده القضيه اتقفلت بسرعه، بيزعق فيه ويقول له عايزك تعرف لي بسرعه ايه اللي بيحصل ما بينهم، لو ما كانتش ديت علاقه فاكيد كان في صفقه ما بينهم. وبيقعد يقول في نفسه قريب هيجي لي رجاله هونر ويدوروا عليا علشان اخلص لهم اللي ما قدرش كانغ تشول يعمله، ولكني ما عنديش اي مان، الست ديت غنيه قوي وعندها فلوس كتير. وبعد شويه وقت لما الليل بيجي بالله جون ماشي وبيقول في نفسه زي ما كنت متوقع بالظبط، لما اصطاد في الشرخ الكفاءه بتاعت الست بتزيد قوي عن البوابه، ولكن دوت معناه اني هضطر اعتمد على يو علشان اقدر ادخل في الشروخ من دلوقتي. وبيفتكرها لما كانت بتقول له انه لو راح يبيع الاحجار السحريه ديت الناس هتعرفه وهيكون مشهور. فبيضحك وبيقول لازم الاقي طريقه تانية علشان ادخل للشروخ، ولكني في الوقت دوت هرتاح في البيت الجديد اللي جهزه لي الرئيس تشان. ولما بيجي جون يدخل بنلاقيه بيبص على الجزم اللي قدام الباب وبيقول في نفسه ايه اللي بيحصل هنا بالظبط. ولما بيدخل بنلاقي ناس كتير قاعده مستنياه، واخته الصغيره بتكون خايفه قوي وبتروح تترمي في حضنه. فبنعرف ان دوت المدعي العام ورئيس الشرطه جوه المدينه كلها، وبيبص لجون وبيقول له انت من دلوقتي مقبوض عليك علشان كنت متورط في اعمال غير قانونيه بيعملها تشانغ الرئيس التنفيذي في شركه اتش سي اس كابيتال. وبعد شويه وقت بنلاقي جون قاعد في غرفه التحقيق وايديه متكلبشه بعد ما اتقبض عليه، والمدعي العام بنسمعه بيقول لحد في التليفون عايزك ما تقلقش يا سياده المدير، كل اللي كان ليهم علاقه بيه احنا هنقبض عليهم، ده غير ان انت كمان بتهتم بالدراسه بتاعت بنتي بره البلاد، شكرا ليك، وعايزك تبلغ سلامي للسيده هوانا. السبب اصلا اللي خلاني اتحول لشرطي هو اني اجمع الزباله دولت بعيد عنكم. ولما بيقعد قدام جون بيقول له ايه كل الجرائم اللي انتوا عملتوها دي، الاوراق اللي قدامي تخليك تتعفن جوه السجن على الاقل ل10 سنين. ولما بيلاقي جون بيبص له بكل برود بيتعصب ويقول هو انت فاكرني بكدب عليك، ولكنه بيصدم لما جون بيقول له هي ديت بقى الخدعه بتاعت هوانا، اكيد هي اللي عملت كل
كل دوت، وبيقول في نفسه باين كان من اللي بيحصل دلوقتي ان تشانغ خلاص جابت اخرها للدرجه اللي تخليها تستخدم اساليب غبيه بالشكل دوت علشان تسكتني. وبالله المحقق بيبص له وبيقول له انا ما اعرفش انت جبت الكلام دوت منين، ولكن هو انت فاكر المدعي العام لكوريا مجرد غبي؟ انت عيل زباله قوي. وببصه واحده بس من جون بيترعب وبيرجع لورا، بس بيمسك نفسه وبيبقى خلاص ينزل على وش جون بالقلم. فبيدخل عليه حد وبيقول له تعالى احنا محتاجين لك للحظه بس بره. جهاز كشف الابطال في حاجه مش طبيعيه، لانه بيقول ان جون مجرد بني ادم عادي. فبيقول المساعد بتاعه ممكن تكون المعلومات اللي جات لنا على انه مستيقظ تكون غلط. فبيقول المدعي العام في نفسه المعلومات ديت جات لنا من مجموعه تي، مستحيل تكون غلط. ده كمان عارف اسم هوانغ، يا ترى مين الشخص دوت بالظبط؟ وجوه عند جون باللي قاعد بيقول في نفسه انا دلوقتي بقيت عارف ليه بيسموا الشرطه بتاعت كوريا بالكلاب. يا ترى خلص عليهم كلهم واخد اختي وجدتي ونروح لمكان تاني. بس مره واحده بالله اللي داخل عليه وبتطلع ديت يو بتقول له انت بتعمل ايه هنا بالظبط؟ فبيقول لها جون انا نفسي مش عارف انا بعمل ايه هنا، ولكني لو جبت اخري هقتل كل اللي موجود هنا وهخرج من المكان. فبتهديه وبتقول له انا هساعدك لاني عارفه ان انت مالكش اي دخل بالتهمه اللي هم حاطينها ديت، ولكن ما تفهمش غلط انا ما بعملش دوت عشانك انت، ما اقدرش اسيب حد يتظلم وانا عارفه ان هو بريء، لازم اصحح الظلم دوت. وكمان اتحاد الابطال هيتاكد من الموضوع دوت قريب علشان هم بيراقبوا دلوقتي الرخص بتاعه الابطال اللي مش مترخصه والتشققات اللي بتظهر في المنطقه حاليا. ولما بتلاقي جون بيقول لها طيب وعملت حاجه مع عيلتي، بتتعصب وتقول له هو انت فاكرني السكرتيره بتاعتك؟ ايه اللي هيخليني اهتم بعيلتك؟ وبيقعدوا الاثنين يبصوا لبعض وهم ساكتين. فبتمشي وهي بتقول له عيلتك في امان ما تقلقش. وبيقول لها جون شكرا جدا ليك ما تقلقيش انا هرد لك الجميل دوت. فبتبص له وهي مكسوفه وبتقول له عايزاك تتحمل شويه انا هحل الموضوع دوت باسرع ما عندي. وبعد شويه وقت بالله جون قاعد بيقول في نفسه يوم ما اثبتتش البراءه بتاعتي وخلاص، دي كشفت الرشاوي اللي كان بياخدها المدعي العام وكل الحاجات الغير قانونيه اللي كان بيعملها وحبسته، وبعد ما حققوا معايا بشكل نظيف اتاكدوا ان انا ما عملتش حاجه وخرجوني. ومره واحده بالله اللي بيتكلم في الراديو بيقول ظهر في المملكه المتحده دلوقتي وحش اول مره نشوفه وبيهاجم المواطنين. الوحش دوت شبه الجراب بالظبط وطوله متر ونص وعنده 4 عيون وكمان بيقدر ينط بشكل كبير قوي. فبيقول جون دوت وحش المكرسيان. فبتتصدم وبتقول له انت ازاي عرفت؟ دوت وحش جديد ولسه ظاهر في المملكه المتحده، ازاي عرفت اسمه؟ فبيقول جون في نفسه اسامي الوحوش ما بيختاروهاش بشكل عشوائي كده وخلاص، لان الحجر السحري بتاعهم بيكون جواه طاقه مركزه ومعلومات فريده جدا، ولما بتحللها شويه بتقدر تعرف معلومات الوحش والاسم بتاعه. الارض الحاليه اللي انا موجود فيها دلوقتي قدروا يعرفوا الكلام دوت بالعلم، وفي العالم بتاعي اللي اتدمر كنا بنحلل الاحجار ديت بالسحر، وبما ان نفس الوحوش بتظهر في العالمين فتقريبا انا عارف كل اسامي الوحوش ديت. وبالله جون بيقول لها وحش المكرسيان تقدري تغلبيه بكل سهوله بانك تستخدمي عصير نمله الورده الحمراء، هي مش هتعمل حاجه للبني ادمين ولكنها سم قوي قوي بيشيل المكرسيان، لو رشيتيه عليه مش هيقدر يهجم عليك. فبتسكت شويه وبتقول له جون انت مين بالظبط وعارف كل الكلام دوت ازاي؟ ولما بيسكت وما بيردش عليها بنلاقيها متعصبه منه، بس بيبص لها وهو بيقول هو انا لو قتلت هوانج ايه اللي هيحصل؟ وبنروح في الوقت دوت لهوانج واللي بتبقى قاعده خايفه قوي لدرجه ان هي بتاكل ضوافرها من القلق، وبتقول وهي متعصبه ليه انت بالذات يا يو تحشري نفسك في الموضوع دوت؟ يا ترى ايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ هي ايه علاقتها بالغبي دوت؟ وكمان انتوا ازاي جايين تقولوا لي ان جون ما عندوش اي قوه تخليه بطل؟ هو مش استيقظ جوه البوابه. فبيقول لها المساعد بتاعها شكله كده عنده قدره سريه بتقدر تخدع الجهاز بتاع قوه الابطال. فبتقول له هي متعصبه قوي اتصل بكنغ وقول له ان انا هديله 25 مليار لا 30 مليار خليه يخلص الموضوع بسرعه. وبنروح في الوقت دوت لكنغ واللي بيبقى قاعد بيقول 30 مليار انا مش هعمل حاجه بالمبلغ دوت، قول لهم ان انا عايز 90 هم كده كده ما عندهمش اي حل غير ان انا هساعدهم، والمبلغ دوت مش هيكون حاجه بالنسبه للغبيه دي. الخصم لو كان من الدرجه اس فانا لازم على الاقل اخد مبلغ مناسب. ولما بيقول له المساعد بتاعه جون اكيد هيكون خصم خطير بيتعصب وبيروح يقول له الغبي دوت ما يعرفش اي حاجه، هو انت فاكر ان كل الابطال من الدرجه اس شبه بعض؟ انا اقدر اخلص على الغبي دوت في 20 دقيقه بس. فبيتاسف له المساعد وبيعرفه ان جمعيه الابطال هتبعته في مهمه كمان 3 ايام. فبيضحك كانغ وبيقول في نفسه وحش المكرسيان اني اصطاد وحش زي دوت جديد ولسه ما قدروش يكتشفوا نقطه الضعف بتاعته هتكون حاجه حلوه قوي، ده غير ان انا لو قدرت اعرف نقطه الضعف بتاعته القيمه بتاعتي هتزيد بشكل كبير قوي في السوق. وبعد شويه وقت بنروح لبريطانيا وبنشوف وحش المكرسيان دوت وهو بيهجم على الناس. فبيبقى موجود قدامه شويه ابطال بيهجموا عليه، وبعد ضربات كتير بيقدروا اخيرا انهم يقطعوا راس الوحش، بس بتظهر وحوش تانية كتير بتهجم عليهم. وبنسمع اللي بيتكلم وبيقول ابطال بريطانيا عملوا كل اللي يقدروا عليه علشان ياخروا الوحوش شويه، ولكنهم ما كانوش قادرين يعملوا حاجه قدام عدو ما يعرفوش عنه اي معلومات. ودلوقتي خط الدفاع وقع بالكامل وفاضل بس 60 دقيقه علشان توصل الوحوش لقلب مدينه لندن. ومره واحده بنلاقي اللي بيترش على الوحوش فبتتقفل عينيهم وبيقعوا على الارض، وفوق في الطياره بنلاقي يو شويه ابطال وبتبقى قاعده بتقول في نفسها انا مش مصدقه جون طلع عنده حق، عصير نمله الورده الحمراء اشتغل بجد والوحوش اغمى عليها بالكامل. فبيبص لها كانغ وبيقول في نفسه البنت ديت عمرها ما كانت ذكيه بالشكل دوت، ايه اللي حصل بالظبط؟ بس بتضحك يو وبتبص عليهم وبتقول لهم خلونا ننزل نقضي عليهم تماما.
وتاني يوم في المطار بنلاقي صحفيين كتير قاعدين مستنيينهم، فبتدخل عليهم يو وبيقعدوا يشكروا فيها ويسالوها ازاي قدرت تكتشف نقطه ضعف الوحوش. وفي الوقت دوت بنشوف جون وهو قاعد بيتفرج عليها في الاخبار، واول لما بيشوف صوره كنغ بيتعصب قوي. وبعد شويه وقت بنلاقي جون قاعد مع يو بتديله شويه شنط، وبتعرفوا ان ديت هدايا لاخته الصغيره وجدته. واما دي بقى يا سيد جون هديه مخصصه ليك انت، وبتلاقيها هيفتحها فبتقول له ما تفتحها في البيت يا عم، انت اللي عايز تشوفها هنا. ولما بيلاقيها هدوم بيقول لها دي شكلها غالي قوي، بس بتقول له يو انت ساعدتني بشكل كبير قوي، بسببك انت انا بقيت بطله وسط الناس، ديت حاجه بسيطه قوي قدام المساعده اللي انت اديتها لي، ولو تحب انا كمان ممكن اشتري لك عربيه. فبيقول لها جون ان هو ما عملش اي حاجه، بس بتبص له وبتقول له طبعا انا لو سالتك انت ازاي قدرت تعرف نقطه ضعف المكريسيان مش هتقول لي مش كده برضه. فبيقول لها جون وهو انت شايفه ان في اي سبب يخليني اعمل كده؟ فبتتكتم يا عيني شويه، بس بتقول له طيب وانت بتخطط تعمل ايه في المستقبل؟ وبتقول يو في نفسها انا ما اعتقدش ان هو هيقول لي اجابه زي ان هو عايز يحمي المدينه ولا حاجه، وكمان هو حاطط في دماغه السيده هوانغ والبطل من الرتبه اس كنغ، الموضوع كده هيخرج عن السيطره وهضطر ان انا اوقفك. بس بتصدم لما بتسمع جون بيقول لها اول حاجه انا عايز اشتري بيت، لان البيت اللي انا عايش فيه دلوقتي قاعد فيه بالايجار. ولما الليل بيجي بنلاقي كنغ قاعد ساكت وبيقول في نفسه البطله يو اتغيرت بشكل كبير قوي في الايام اللي عدت دي، انها تقدر تعرف نقطه ضعف المكريسيان وكمان بتخفي هي ازاي قدرت تعرف المعلومه ديت. وبيفتكر لما كان بيقول لها يا ترى جون له علاقه بالمعلومات اللي انت عرفتها عن المكريسيان، انت دمرت النائب العام لشرطه كوريا علشان تخرجي الواد ده، بس مش كده وكمان كنت موجوده لما كان بيضرب ابن عمي وخلاه راجل مشلول ملوش اي لازمه. فبتسكت يو شويه وبتقول له ابن عمك هو اللي بدا الموضوع دوت، هو انت ما سمعتش ان هو حاول يقتل جون جوه البوابه ولكنه فشل في الموضوع دوت، وكمان اليوم اللي اتقتلوا فيه هو اللي كان بيستفز جون الاول. فبيضحك وبيقول لها واضح كده ان ابن عمي عمل حاجات يستحق الموت عليها بسبب الجشع بتاعه، ولكنه برضه ابن عمي، انت فاهمه الحاجه ديت؟ انا عندي سبب كبير يخليني اخد بطاره من جون، يا ترى هتقفي في طريقي برضه؟ فبتبص له شويه وبتقول ما تخافش انا مش هتدخل في الموضوع، انا اصلا مش هحتاج ان انا اتدخل. فبنرجع للوقت الحلو باللي بيقول في نفسه في الوقت دوت هي قالت لي انها مش محتاجه تتدخل، اكيد الوقت جون دوت في حاجه انا ما اعرفهاش عنه. وبنروح في الوقت دوت لانجلترا جوه مدينه اتدمرت بسبب موجه الوحوش اللي كانت هناك، وبنعرف ان اتحاد الابطال في بريطانيا بيحاول يجمع اكبر عدد من الاحجار السحريه قبل الموجه الثانيه من الوحوش بانه يبعت اكبر عدد من الابطال جوه الشؤون اللي بتظهر. وبنلاقي بطل من الاثنين اللي واقفين دول بيقول لو بس كان معانا عصير نمله الورده الحمراء حتى احنا الابطال من المستوى دي كنا هنقدر نصطاد المكريسيان. فبيقول له التاني بصراحه عندك حق، لو كنا احنا اللي خلصنا عليهم كنا هنقدر نجمع احجار سحريه كتير قوي، ولكن الشؤون اللي طلعت موجه الوحوش دي ما نقدرش نحولها لبوابات دلوقتي، ده غير اني سمعت ان موجه الوحوش التانيه اللي هتطلع منها مش هتكون مكريسيان. الموضوع هيكون مخيف قوي لاننا ما نعرفش ايه اللي هيطلع بالظبط، ولكن دلوقتي لسه ما عداش غير 5 ساعات فاكيد مش هيطلع اي وحش من الشق. بس مره واحده بنلاقي الشق بيتدمر وبيطلع منه واحد غريب قوي وعنده هاله شيطانيه، وقبل ما تقدر الابطال تعمل اي حاجه بنلاقيه بيحرك ايده وبيفعل قدره غريبه بترفع الاثنين في الهواء. فبيبص لهم وبيقول ايه ده بالظبط، فبيطلع واحد فيهم شويه خناجر وبيرميها على الراجل دوت، بس بيصدها بكل سهوله وهو بيقول لهم ضعيف جدا وبيضغط عليهم بيسحقهم تماما بعد ما سحب التليفون بتاعهم. وبنلاقيه بيبص في التاريخ وبيقول عدى 10 سنين حسب الوقت بتاع العالم دوت وانتم ما قدرتوش توصلوا حتى ل 20% بعد كل ده، يا ترى هو احنا فشلنا بعد كل التعب دوت علشان نفتح شق بين الابعاد؟ احنا لازم نزود قوه المانا الاول. وبيبص للبطل وبيقول خلينا ننضف وخلص على الحشرات الضعيفه دي، شكل كده الراجل دوت مش سهل ووراه حاجات كتير قوي يا صديقي. ولحد هنا بيخلص القسم بتاعنا للنهارده، عايزكم تنزلوا تكتبوا لي لو كانت القصه ديت عجبتكم وعايزين نكمل فيها ولا لا، وتشتركوا وتعملوا لايك، ويا ريت ما تنسوش تدعوا لوالدي بالرحمه والمغفره. وسلام يا احلى ناس في الدنيا.